السيد أستاذ دكتور أحمد أنور دزي رئيس جامعة نولج، السيد دكتور بختيار عبيد مساعد رئيس جامعة سليمانية التقنية، السادة رؤساء الجامعات، المستشارون والمدراء العامون في الوزارة المحترمون، حضرات الباحثون المشاركون في المؤتمر، الوافدون من خارج العراق وإقليم كردستان العراق، والوافدون من المحافظات، الأساتذة المحترمون، الحضور الكرام، بداية باسمي ونيابة عن أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي الثاني لإعلام الرقمي وأثره على الأمن المجتمعي في ظل قانون الداخلي والدولي، نرحب بالجميع كل باسمه وصفته ومقامه أجمل الترحيب. يسعدنا أن نعبر عن سرورنا بأن هذا المؤتمر هو حصيلة جهد عمل دؤوب بين قسم التقنية الإعلام في كلية تقنية إدارية التابعة لجامعة سليمانية التقنية، وقسم القانون في كلية القانون التابعة للجامعة نولج. استمر لفترة زادت عن 6 أشهر. نأمل أن تنال الأبحاث المقدمة إلى المؤتمر اهتمامكم، وأن تعالج المشاكل المتعلقة بحياة وأمن الأفراد والمجتمع في الميادين المختلفة في إقليم كردستان العراق. السيدات والسادة الكرام، كما تبين من عنوان المؤتمر، إن الإعلام الرقمي والمواقع الإلكترونية والشبكات التواصل الاجتماعي وأجهزة الاتصالات المختلفة لها تأثير مباشر على مجالات الحياة المختلفة، وخاصة في واقعنا اليومي، وهي نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي السريع بما فيها من عواقب وإفرازات متعددة. ومن هذا المنطلق ارتأت الجامعتان أنه من الضروري عقد مثل هذا المؤتمر الدولي لدراسة المحاور الرئيسية للمؤتمر من شتى أبعاد مختلفة تتعلق بالإعلام الرقمي وتأثيره على الأمن المجتمعي. ومن جهة أخرى فإن وجود انتقادات وملاحظات جدية على سوء الاستعمال منصات الإعلام الرقمي، وخاصة من حيث تأثيراتها على الأمن والمجتمع، مناقشتها في ظل القانون الداخلي والدولي كان دافعاً آخر لعقد هذا المؤتمر، علاوة على تعزيز ثقافة الأبحاث المتعددة التخصصات بين العلوم الإعلام والقانون. فإن المؤتمر يقدم أيضاً أطروحات جديدة لمكافحة فكر اللاعنف والهيمنة الرقمية، وحث الرأي العام حول الاستخدام السليم لوسائل الإعلام الرقمية وخدمات التواصل الاجتماعي. والمؤتمر له العديد من الأهداف الأخرى، منها تقييم المستويات والاتجاهات الجديدة للإعلام ومعالجة القانونية لظواهر الخطاب الكراهية وحملات التشويه والتضليل، الصور والمقاطع الفيديو والمعلومات، والتفسير الفرصي والتحديات، ودور الإعلام الرقمي في دولة ما بعد الصراعات والتحول الديمقراطي. وفي هذا الصدد بدأت اللجنة العلمية للمؤتمر بتنفيذ الإجراءات اللازمة منذ البداية، وبعد عقد عدة اجتماعات متتالية ومناقشة الخطط العلمية المدروسة بما يناسب عنوان المؤتمر وأهدافه. وحسب الموعد المحدد لاستلام الملخصات البحوث، فقد وصلنا عدد كبير من الملخصات، وبعد إجراءات التدقيق والتقويم فقد تمت الموافقة على 71 ملخصاً.
ومنحت مدة شهرين للباحثين لإرسال أوراق بحثهم كاملة، ومن خلال هذه الرحلة العلمية تم إجازة 39 ورقة بحثية للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، منها 31 بحثاً من جامعات العراق وإقليم كردستان، و8 بحثاً من جامعات الغربية وجامعات الشرق الأوسط من دول تايلاند، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، مصر، إيران، المملكة المغربية، حيث تم التعامل معهم وفق الإرشادات والمعايير العلمية المقررة للمؤتمرات العلمية، ثم تكليف مقيمين حسب الاختصاص. وبعد التقييم وتصحيح ملاحظات المقيمين فقد منح لهم حق المشاركة في هذا المؤتمر الدولي المشترك بين الجامعة النولج والجامعة السليمانية التقنية. وجدير بالذكر أنه من منظور الإعلام الرقمي والأمن المجتمعي والقانون والعلاقات الدولية، فإن التخصصات التي ناقشت قضايا المؤتمر بإضافة إلى مجال الإعلام شملت مجالات القانون، العلاقات الدولية، العلاقات عامة، تكنولوجيا المعلومات، العلوم السياسية، العمل الاجتماعي، علم الاجتماع، الفلسفة والدراسات الثقافية، الأنثروبولوجيا، إدارة الأعمال، التنمية البشرية، رياض الأطفال، اللغة الإنجليزية والشريعة. وتم تقسيم الأبحاث إلى 11 حلقة نقاش على مدى اليومين. السادة الباحثون الحضور الكرام، إن الأبحاث التي تناقش في هذا المؤتمر الدولي لها أهمية علمية جادة في سبيل الارتقاء بمجالات الإعلام والقانون والعلاقات الدولية والخدمة المجتمع. لذلك نأمل أن تؤخذ توصيات هذا المؤتمر ومقترحاته بنظر الاعتبار من قبل الجهات المعنية والمجتمع، ونأمل أن يساهم هذا المؤتمر في تعزيز الروابط الأكاديمية والعلمية بين الجامعات والمراكز الأكاديمية، وأن تليه المؤتمرات الأخرى لأقسام القانون والعلاقات الدولية والإعلام في الجامعتين. وفي ختام، فإننا نتقدم بالشكر إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الجامعتين وكل من أسهم جاهدا في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر، ونرحب بكم جميعا مرة أخرى. وفق الله جميعا.